الإريثروميسين من أقدم المضادات الحيوية في السوق اللي شغال على الجهاز التنفسي، ومش هيبقى عارفه أو فاكره كويس أو اشتغل بيه غير العمد أو الناس اللي بتربي من زمن أو من فترة طويلة قوي، لأنه يعتبر من أقدم المضادات الحيوية اللي شغالة على الجهاز التنفسي بتاع الفراخ. طيب أنا جاي لك النهارده بقى باختصار أقول لك إمتى نستخدم الإريثروميسين وإمتى ما نستخدموش، وإيه الآثار الجانبية اللي ممكن تعود علينا من استخدامه. ولكن قبل اي حاجه زي ما اتعودنا احتاج منك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في تعليقات وكوبايه الشاي بتاعتك وتعالى بسرعه. مبدئيا الاريثروميسين انا معتبره ابو التيلوزين او جده. هو التيلوزين والتلموكوزين بعتبر ان الاريثرو ابوهم جدهم الراجل العجوز قريبهم يعني. طيب شغال على ايه؟ شغال على الجهاز التنفسي بالكامل، شغال على الميكوبلازما، شغال على الطشمه، اي اعراض تنفسيه ظهرت معاك، التهابات في الجيوب الانفيه او اي مشاكل تنفسيه في تخص الفرخه هو شغال عليه. طيب اللهم صل على النبي وعلى جماله. امتى بقى ما نستخدموش او امتى نخاف منه؟ امتى ما نشتغل ما نشغلوش زي اي مضاد حيوي ما بينزلش لاي نوع فيروس عموما خالص. وكذلك برضه لما بينزل جوه الامعاء بيأثر على الفلورا المعويه او البكتيريا النافعه، وبرضه تأثيره على الكلى يعني متوسط، مش هقول لك تقيل أوي ولا حاجة ولكن يعني معقول. اما بالنسبه بقى لتاثيره على الكبد فهو بيكون تقيل قوي على الكبد، فانت ركز دايما وانت بتحط الجرعه وبلاش تزود الجرعه من دماغك، بلاش مثلا الجرعه تبقى 3 ايام تحطها 5 6 ايام، يا رجاء تلتزم بيه لانه بيأثر على كبد الفراخ. طيب ليه بقى بنقول عليه انه مضاد حيوي قديم وجديد؟ يعني في حاجه اسمها مضاد حيوي قديم وجديد، لان التيلوزين جاي او عرفناه قريب بعد الاريثرو، ونتائج التيلوزين ما شاء الله ممتازه جدا، وبيدي او بيديك نتائج اعلى بكتير قوي من الاريثروميسين. وكمان بقى التلميكوزين برضه نتائجه افضل وافضل من الاثنين، ولكن ده شغال على حته معينه في الجهاز التنفسي وده برضه على حته معينه في الجهاز التنفسي. هم يعتبر واحد ولكن يعني ممكن في حتت بتفرق كده، حاجات بسيطه في التفريش بنرشح لها التلمي وحتت بنرشح لها التيلوزين. طيب يبقى احنا قلنا كده هو يعتبر من نفس العيله، يعني الاريثرو والتيلوزين والتلموكوزين الثلاثه من عيله واحده. ولكن الاريثرو يعني زي ما بنقول كده بالبلد راحت عليه شويه او شويتين. طيب هنتكلم بقى ونقول امتى نستخدمه، قلناها هنتكلم ونقول الاثار الجانبيه اللي ممكن تعود علينا من استخدامه برضه قلناها. بالنسبه برضه للنقطه بتاعت امتى ما نستخدموش في الحالات الفيروسيه قلناها. يعتبر كده لخصنا كل حاجه تخص الاريثرو. جرعته طبعا يا جماعه، والناس اللي بتسالنا على جرعه اي علاج، فالجرعه بتكون على حسب المنتج وعلى حسب التركيز. يعني في شركات مثلا ممكن بتنتج مثلا وليكن اريثرو 20%، اريثرو 50%، دوكس 20، دوكس 50. فانت ما اقدرش اقول لك جرعه وانت تمشي بيها، يبقى انا بضلك. يعني ممكن انا اقول لك امشي جرام على اللتر وتروح انت مثلا تجيب تركيز عالي مثلا وجرعته ربع جرام على اللتر، يبقى انا كده بضلك. فما ينفعش ان انا اديك جرعه غير يعني اللي يقدر يديك الجرعه يا اما الطبيب البيطري اللي بيديك العلاج، يا اما تبص على العبوه بتاعه المنتج وتلتزم بالجرعه اللي مكتوب عليها. غير كده ما تاخدش اي كلمه او جرعه من حد عشوائي. ويعتبر بكده لخصنا كل حاجه تخص الاريثروميسين. ولو انت شايف ان احنا يعني نسينا نقول لك حاجه او في حاجه فاتتنا سيبها لنا في تعليق. ولو عندك اي استفسار بخصوص الاريثرو او اي مضاد حيوي او اي حاجه في مجال شغلانه الفراخ البيضاء سيبوا لنا في تعليق، وباذن الله هيتم الرد على تعليقكم كامل. اخوكم ابو نوح بقدم محتوى تعليمي في مجال تربيه الفراخ البيضاء، واستنونا كل يوم في فيديو جديد ومعلومه جديده من سلسله المضادات الحيويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.